من دلوقتي انسى كل اللي تعرفه عن خرسانة المباني وأسعار الحديد اللي وصلت ل 39,000 جنيه. أصل في وحش جديد ظهر في السوق اسمه أسياخ الفايبر جلاس، أخف من الحديد ب9 مرات وعمرها أطول ب4 أضعاف وما بتوصلش لا كهرباء ولا حرارة. بس السؤال هنا يا ترى إيه مميزات وعيوب النوع ده وليه محدش بيبني بيه، وهل فعلا هيكون بديل قوي للحديد؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا النهارده في الفيديو ده. بعد ما أسعار الحديد زادت بشكل مش طبيعي الفترة الأخيرة ووصلت ل 39,000 جنيه، بدأ الناس والتجار يدوروا على بدايل تخفف الحمل شوية، ومن هنا ظهرت أسياخ الفايبر دي، وهي أصلا تكنولوجيا روسية ومميزاتها بتخليك تستغرب إزاي ما كانتش منتشرة من زمان. الحقيقة إن أول ميزة فيها إنها أخف من الحديد ب9 مرات، يعني توفير في النقل وفي المجهود، وثانيا هي عدوة الصدى، يعني انسى إن الخرسانة تتشرخ أو الحديد يتآكل مع الرطوبة، وده بيخلي عمرها الافتراضي يوصل ل4 أضعاف عمر حديد التسليح العادي. وبعيدة عن البنى فالاسياخ دي ليها مميزات تانية كتيرة جدا، كفايه ان اقولك انها صديقه للبيئه وممكن ترممها تاني وتعيد انتاجها، كمان بتتحمل العوامل الخارجيه زي الرطوبه الشديده وكمان الحراره، عندها قدره عاليه على مقاومه تسربات الميه وعزل الحراره عنها تماما، وكمان الصوت والكهرباء. كمان اسياخ الفايبر بتتصنع في روسيا ورغم كده هي ارخص من الحديد ب 30%. مش بس كده، دي كمان مش بتوصل كهرباء ولا حراره وصديقه للبيئه جدا لدرجه ان الحشرات والبكتيريا مش بتعرف تعيش حواليها، وكمان بتديك صلابه رهيبه لما تتفاعل مع الاسمنت. احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء شايف ان دي فرصة ذهبية ومصر لازم تهتم بتصنيع حديد الفايبر محليا، لان ده هيخلق منافسة تخلي مصانع الحديد تهدي اسعارها شوية، وكمان هيوفر كتير في المشروعات القومية والادوار اللي مش محتاجة حديد بكميات كبيرة. والجميل ان في مصانع مصرية بدأت فعلا تجهز نفسها عشان تدخل التكنولوجيا دي وتصنعها بالمقاسات اللي يحتاجها كل مبنى مخصوص. الزيني قال كمان ان في حديد الفايبر مش بيستخدم بس في الابراج العالية او في الاعمال الخرسانية اللي بتحتاج حديد تسليح كبير زي مقاس 32 مللي، لا ده كمان ينفع تستخدمه في اغلب اجزاء المبنى وبيدي نفس الغرض تقريبا اللي بيعمله الحديد العادي. لكن خبراء صناعه الصلب وغرفه الصناعات المعدنيه ليهم راي تاني خالص، شايفين ان الموضوع ده مجرد بالونه اختبار بتظهر مع كل غلو اسعار. منهم المهندس محمد حنفي بيقول ان الفكره دي قديمه من الثمانينيات وما نجحتش بره، لان درجه الصلابه والتحمل بين الفايبر والحديد مختلفه تماما، والحديد لسه هو الملك في الابراج العاليه والاحمال الثقيله. وكمان في مسؤولين في شركات الصلب بياكدوا اننا عشان نعتمد الفايبر في بيوتنا لازم الاول يدخل المعامل ويتحلل كيميائيا وميكانيكيا، والاهم انه لازم يدرك في كود البناء المصري علشان المهندس يقدر يمضي على اللوحه وهو مطمن ان البيت مش هيقع. بين حماس التجار واللي شايفين ان هو المنقذ من غلاء الاسعار وبين تحفظ الخبراء اللي خايفين من قدره تحمله، بيفضل حديد الفايبر هو اللغز الوحيد اللي محتاجين اجابه عنه على ارض الواقع. بس انت تفتكر ان النوع ده ممكن يبقى بديل جديد للحديد؟